تعالوا نعمل مع بعض كحك العيد زي ما انتم ما شايفين كده. مش قادرة اوصف لكم ريحته وطعمه عامل ازاي. طبعا امشي على المقادير بالظبط عشان خاطر النقشة ما تروحش منك. والبيكنج باودر دوت زي ما انا ما هحط بالظبط اعملي زي ما انتم ما شايفين كده الشكل بتاعه النهائي. هنا معانا كيلو دقيق، وهنا معانا كوباية الا ربع مية دافية، هنحط معلقة خميرة ومعلقتين سكر وهندوبهم كويس وهنركنهم على جنب. هنا معانا 550 جرام سمنة هنحطها على النار هنقدحها. ال 550 جرام دولت بالكوباية طلعوا 3 كوبايات، والدقيق هنا كيلو طلع 7 كوبايات ونص. هنحط معلقة ريحة كحك كبيرة وربع معلقة بيكنج باودر وثلاث معالق سكر بودرة وهنقلبه. وبعدين هنجيب 4 معالق سمسم محمص وهنحطه في النص كده، وهنكون قدحنا السمنة هننزل عليه بالسمنة. وطبعا ايه المرحلة دي ما تحطيش ايدك خالص، قلبي بالمعلقة لحد لما العجينة دي يعني تدفى معاكي شوية كده، عشان خاطر طبعا سخنة جدا. بصوا انا يعني ببس العجينة وسخنة جدا يعني بصراحة على ايدي. طبعا بقى ايه مرحلة البس ده لازم تبسي فيه بتاع ربع ساعة. بصوا هنا بقى لما حطينا الخميرة بالمية ده مش هتعجني، انت هتلمي بس بطراطيف صوابعك. وهنا كنا خلصنا. طبعا بصوا هتكوروا بقى العجينة. لو شققت منك هتحطي سوائل، السوائل بتاعتها ايه هي؟ اللي هي يعني ايه شوية مية دافية صغيرة على حسب ما العجينة تكون لما معاكي ان هي ما تشققش. لو وصلت لحد هنا ما تنسنيش في لايك. بصوا هنا طبعا كنت خلصت طبعا ودخلته الفرن على درجة حرارة 200. ما كملش يا جماعة نص ساعة. زي ما انتم ما شايفين كده بسم الله ما شاء الله الكحك طالع. بصوا النقشة بتاعته موجودة فيه ودايب دوب. وبصوا انا عملت لكم واحدة والمقادير دي مظبوطة جدا جدا، ولا هيبقى ناعم قوي ولا هيبقى خشن، مظبوط. وكل سنة وانتم طيبين.